الحقيقه انا سالته ليه بالتحديد اختار نادي الهلال. هو قال ان هو في الاول كان دايما كان يحب ان هو يكون يقدم اكتر من كده لنادي الاتحاد السكندري، خاصه في ان هو بيصارع من اجل البقاء في الدوري. وهو قال انه يختار الهلال. الهلال فريق كبير واحد اهم الاسباب القويه لاختياره لنادي الهلال انه الهلال بيلعب في بطوله رابطه الابطال الافريقيه، وهو طموحه ان هو يكسب البطوله مع نادي الهلال. And it's not easy to say who will be the champion, but I know now Zamalek and Ali are fighting, and two great clubs, and Zamalek have a good chance of being the champions. And I hope for the best for the two teams, Zamalek and Ali. And I want to say that anybody who wins the league between Ali and Zamalek deserved it. So انا سالته عن توقعاته مين اللي هيكون الفائز بالدوري المصري السنه دي. هو قال انه المنافسه محصوره بين الزمالك وبين الاهلي، لكن شايف ان فرصه الزمالك هي اكبر، وعامه هو بيقول اذا كان الزمالك او الاهلي اللي هياخدوا البطوله هو بيتمنى حظ سعيد للفريقين. Otobong, last question from your point of view, who is the best player now in the Egyptian league? well, it's obvious. You can see. It's not difficult to say who is the best now. The best now is Shikabala. There is, from my point of view, it's Shikabala. He has strength. He's doing everything, and he helps his team win when it's difficult. So now, and he's the top scorer. Okay, I think he's the best player now in Egypt. انا سالته عن من وجهه نظره مين هو احسن لاعب في الدوري المصري حاليا. هو قال طبعا ده سؤال مش صعب خالص، سؤال سهل جدا، لانه ما فيش احسن من شيكابالا لاعب في الدوري المصري. بيعرف يفيد فرقته وقت ما بتكون مزنوقه، بيعرف يفيد فرقته، ويكفي ان هو هداف البطوله لحد دلوقتي. انهيته بنجاح صفقه اوتوبونج.